لكن الجميل في الموضوع ان التطبيق هو الاهم، بمعنى ان مياه التحصين لازم تكون بارده. انا بقولكش بارده يعني تبقى تلج، بس على الاقل في درجه حراره 15، يعني ما تكونش بدرجه حراره 30 40 وتقول لي التحصين هيجيب نتيجه. لا، لازم، لانه فيروس حي، لازم التحصين درجة حرارة المياه تكون في متوسط درجة 15. كمان لازم يكون حجم الرذاذ اللي طالع من الرشاشة خشن لا يقل عن 150 ملي مايكرو. وعلشان كده انا بنصحك انك تحصن بالفآسة، لان عندهم الجهاز او الرشاشة المخصصة لهذه العملية. التحصينة التانية من الاي بي المفروض ان هي تكون على عمر 11 او 12 يوم. برضه رش. ليه رش؟ احنا قلنا رش او تقطير، لان الرش والتقطير بيصيب فعلا او بينزل على القصبة الهوائية. والعلم بيقول ان المناعة الموضعية في القصبة الهوائية هي الباب الرئيسي لدخول الفيروس او لنجاح عملية التحصين. يعني لما تيجي تحصن لازم تاخد بالك ان يكون التحصين على القصبة الهوائية. فاذا عشان توصل للقصبة الهوائية الافضل انك لا اما تقطر لا اما ترش. طبعا احنا رشينا عمر يوم بالفآسة زي ما اتفقنا، رش خشن زي ما قلنا، مياه باردة زي ما اتفقنا. تمام. كمية المياه برضو نسينا نقول، كمية المياه 350 ملي للألف. الجرعة مثلا 1.2 أو 1.1 لكل 1000. كل دي تفاصيل تاخد بالك منها. هتيجي عمر 11 أو 12 يوم هترش تاني تحصينة للأي بي، لكن هنا في العمر ده أنا بأفضل إنها تكون عترة كلاسيك.